تصريح خطير من الرئيس الأمريكي جون بايدن يكشف فيها أنه شاهد الرسول في المنام وأبلغه هذه الرسالة قبل إعصار ميلتون. شاهد ماذا حدث. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت تتفق عزيزي المشاهد بأن هذا الإعصار جاء لنصرة أهالي غزة ولبنان، فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد أن اجتاح إعصار ميلتون المدمر الذي ضرب الولايات المتحدة الأمريكية بقوة، والخسائر حتى الآن تعدت 250 مليار دولار في ولاية فلوريدا وحدها، وسرعة الرياح وصلت إلى 270 كيلومتر في الساعة. وهذا الإعصار جاء بعد تصريح بايدن بأيام قليلة أن أمريكا دولة عظمى ولا يؤثر فيها شيئا ولا يقدر عليها أحد، فيرسل الله جندا من جنوده على الأرض لتقف الولايات المتحدة الأمريكية عن بكرة أبيها عاجزة أمامه. فقد انتشر خبرا ملأ وسائل الإعلام الأمريكية، حيث صرح زوجة ابنته بأنه شاهد الرئيس الأمريكي بايدن في حالة دهشة وذهول كبيرة، حيث سأله ماذا بك؟ فرد وقال: بعد حديثي أن لا أحد يقدر على الولايات المتحدة الأمريكية ولا أحد قادر على إيقافها، فجاءتني رؤيا في المنام برجل لابس زي إسلامي ووجهه يشع منه النور، قال لي يجب أن توقف الحرب في غزة ولبنان وإيقاف إسرائيل هذه الحرب فورا وعدم دعم إسرائيل بالسلاح، وقال لي إذا لم تفعل ذلك سوف تدفع بلدكم الثمن غالي. فأنا تذكرت هذه الرؤيا عندما اجتاح إعصار ميلتون ولاية فلوريدا وشرد ملايين الأمريكيين، ووصلت الخسائر إلى 270 مليون دولار. هذا الإعصار المدمر الذي لم تشهده الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من قرن، فأنا أعتقد أن من آتني في المنام هو رسول الإسلام أو أحد رجال الدين الإسلاميين. وهذا الخبر انتقل في جميع وسائل الإعلام الأمريكية بسرعة البرق، العالمية أيضا. ولكن أنا أعتقد كمسلم أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لا يأتي سوى للمسلمين فقط، فلا يأتي للكافرين، وأن ما يقول به الرئيس الأمريكي بايدن أعتقد أنه غير حقيقي، والله أعلم على ما أقول. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.